لا بدء من استخدام تطبيق واتساب الرسمي لتسجيل الدخول. لو المشكلة دي يا قلب اخوك بتواجهك، ان شاء الله باذن الله الحل بتاع المشكلة دي في الفيديو بتاع النهاردة، وهتسجل الرقم بتاعك على اي نسخة واتساب معدلة بدون اي مشكلة خالص. تمام، الحل النهائي، وان شاء الله باذن الله هتشغل رقمك على اي نسخة واتساب معدلة بدون اي مشكلة خالص. كل اللي مطلوب منك يا قلب اخوك تكمل الشرح بتاع النهاردة للنهاية. يلا بينا على الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جاي لكم النهاردة بطريقة فك حظر المعدل. تمام، ازاي هتشغل رقمك على اي نسخة واتساب معدلة بدون اي مشكلة خالص، وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. تمام، طبعا يا اسطى الطريقة بتاعت النهاردة فهي مختلفة سنة تمام عن اي طريقة نزلت على اليوتيوب. تمام كده، وان شاء الله باذن الله انا جاي لك النهاردة بحل جميع المشاكل. تمام، علشان طبعا تدخل الرقم بتاعك على اي نسخة واتساب معدلة بدون اي مشكلة خالص. كل اللي مطلوب منك يا قلب اخوك تكمل الشرح بتاع النهاردة للنهاية، وتركز في كل كلمة انا بقولها. تمام، علشان الدنيا تظبط معاك وتعرف انا بعمل ايه بالظبط، وتعرف ازاي هتشغل رقمك على اي نسخة واتساب معدلة بمعنى اصح. تمام قوي. طبعا يا اسطى صلى على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. مبدئيا كده قلب اخوك انت هتشغل رقمك المحظور معدل تمام على نسخة واتساب عادية خالص زي ما انت شايف كده، اللي بتنزل من متجر بلاي. طبعا هتكتب واتساب وتنزل النسخة العادية خالص. تمام قوي. بعد كده يا اسطى هتدخل الرقم بتاعك عادي خالص من غير اي مشكلة، اللي هو محظور معدل. تمام، ركز معايا يا قلب اخوك علشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. المهم دلوقتي الرقم ده محظور معدل يا قلب اخوك 015-5-600-6570. تمام كده، تمام قوي. هنضغط التالي طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا الخطوات كلها يا قلب اخوك انا هعملها لك في الفيديو بتاع النهارده زي ما حضرتك شايف كده قدامك. تمام، بدون توقيف فيديو وبدون اي حاجه خالص علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام، بعد كده يا قلب اخوك هتضغط متابعه. ركز معايا علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي يا اسطى. تمام قوي، علشان بجد كل ثانيه في الفيديو ده مهمه جدا جدا بالنسبه لك. تمام، علشان تشغل رقمك بدون اي مشكله وما يجيلكش طبعا اي اخطاء. تمام، بعد كده يا اسطى هتضغط تخطي زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده هتضغط التالي اهوت بدون اي مشكله خالص. الرقم دخل معانا اهوت بدون اي مشكله خالص. تمام قوي. هعرفك دلوقتي بالظبط هتعمل ايه بعد ما تشغل رقمك على نسخة واتساب عادية خالص، نسخة واتساب ماسنجر. تمام، هتيجي تقول لي مثلا انا هشغل نسخة واتساب اعمال. هقول لك يا اسطى الافضل الماسنجر. تمام، نسخة واتساب ماسنجر دي طبعا الافضل عن نسخة الواتساب الاعمال. تمام قوي. المهم هتلاقي نسخة قلب اخوك في الوصف بتاع الفيديو، مش هتلاقيها في الوصف بقى، هتلاقيها في قناة التليجرام اللي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. تمام، اللي هو تحت في الوصف بمعنى صح هتلاقي قناة التليجرام. طبعا هتلاقي النسخة دي في قناة التليجرام. هعرفك دلوقتي النسخة دي هتعمل بيها ايه بالظبط. تمام، وهعرفك فايدة النسخة دي برضو ايه، وايه المشاكل اللي ممكن تواجهك لو استخدمت نسخة تانية غير النسخة اللي انا سايبها لك دي. تمام، كل حاجة ان شاء الله باذن الله هتعرفها في الفيديو بتاع النهاردة. المهم دلوقتي زي ما انت شايف كده، بس عشان النت بس وحش عندي. تمام، زي ما انت شايف كده قلب اخوك طبعا عملنا يعتبر استعادة. المهم زي ما انت شايف كده الرقم اشتغل معانا اهوت بدون اي مشكلة خالص. تمام، المهم دلوقتي شغلنا الرقم بتاعنا على واتساب ماسنجر زي ما انت شايف كده بدون اي مشكلة خالص. المفروض هنعمل ايه تاني؟ تمام، طبعا عندك اهوت اللي هو الدردشات المسجات المجتمعات. تمام، النسخه اشتغلت اهوت بدون اي مشكله. بعد كده قلب اخوك هتطلع خالص. تمام، انت خلاص سجلت في النسخه دي، خلاص طلعت خالص اهوت. دي النسخه بقى قلب اخوك اللي انا سايبها لك في التليجرام. تمام، دي النسخه اللي انا سايبها لك في التليجرام. المفروض دلوقتي هتعمل ايه؟ هتضغط الموافقه والمتابعه. تمام، بعد الموافقه والمتابعه عندك هنا هتضغط طبعا على ربط جهاز. تمام، عندك اهوت ربط جهاز مصاحب. تمام كده، هتقول لي الطريقه دي كلنا عارفينها، الطريقه دي عن طريق الباركود. تمام، طبعا يا اسطى في اختلاف بسيط جدا هيخليك تشغل رقمك بدون اي مشكله خالص، بدون ما يحصل اي مشاكل معاك. تمام قوي. المفروض ان انت في الخطوه دي بتحتاج جهاز تاني، وبتشغل الواتس بتاعك اللي هو المفروض المعدل على جهاز، وطبعا الواتس اللي هو الرسمي على جهاز تاني خالص. لا يا اسطى انا هخليك تشغل الواتسين على جهاز واحد بس. تمام،
اللي هو الجهاز بتاعك، تمام كده. بس برضه هتحتاج جهاز تاني. طب الجهاز التاني ده هنعمل بيه ايه؟ هعرفك دلوقتي يا قلب اخوك هتعمل بالجهاز التاني ده ايه. تمام، حاجة بسيطة جدا جدا. المهم بس في الخطوة دي علشان اعرفك الدنيا ماشية ازاي، المهم بس في الخطوة دي بص انا عايزك تخلص كل حاجه بسرعه جدا جدا كمان. تمام، فانت يا اسطى هتدخل الرقم بتاعك عادي خالص بدون اي مشكله كده. 15 5 طبعا 600 6570. تمام، زي ما حضرتك شايف كده دخلنا برضو الرقم بتاعنا اهوت. تمام، عايزك تعمل الخطوه ديت في ثانيه الا ثانيه تكون عاملها. بعد كده بعد ما حطينا الرقم بتاعنا بدون اي مشكله خالص هنضغط على الثلاث نقط اللي هي فوق دي. تمام، وعندك هنا اهوت ربط كجهاز مصاحب. تمام، هيجي لك حاجه اسمها الباركود زي ما انت شايف كده. وبالتالي يا قلب اخوك عندك اهوت امسح الكود ضوئيا لاستخدام الواتساب على اكثر من الهاتف واحد. سجل الدخول في الهاتف الاساسيه كل طبعا 14 يوما. الكلام ده كله المهم المعنى من الكلام ده كله ايه؟ المفروض ان انت في ثانيه الا ثانيه طبعا هيبقى معاك جهاز تاني. تمام، هتصور الباركود ده بالجهاز التاني. طبعا يا اسطى اقسم بالله انا لو معايا جهاز تاني كنت عرفتك الدنيا ماشيه ازاي. تمام، بس انا بعرفك دلوقتي الحاجات اللي انت هتحتاجها بالظبط. تمام، انت بتسجل الاول في الواتساب الرسمي. تمام، بتنزله وبتسجل فيه. تمام، بعد كده بتخش طبعا على نسخه الواتساب اللي انا سايبها لك. تمام، في طبعا قناه التليجرام اللي تحت في الديسكريبشن. تمام، وطبعا بتدخل رقمك وبتدوس على الثلاث نقط وبعد كده قلب اخوك اللي هو ربط كجهاز مصاحب. تمام، وبيجي لك الباركود اللي انت شايفه قدامك ده. كل اللي انت هتعمله تاني يا قلب اخوك هتجيب الجهاز التاني اللي هو معاك. تمام، وهتاخد الباركود ده. عرفت يا اسطى الباركود لو خدت بالك على فكره اتغير. تمام، علشان كده بقول لك في ثانيه الا ثانيه تكون واخد السكرين بتاعك وهعرفك دلوقتي هتعمل ايه. تمام، المهم بعد ما خدت السكرين بتاعك يا اسطى بتاع الباركود طبعا بالجهاز التاني هتعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله يا قلب اخوك هتيجي رايح طبعا على الواتساب اللي هو العادي وهتيجي داخل على طول علشان ما يجيلكش تعذر فتح الحساب. تمام، لو ما عملتش الخطوه دي في اقل من دقيقه هيجيلك طبعا تعذر فتح الحساب. تمام قوي. المهم دلوقتي عندك هنا الاجهزه المرتبطه. تمام، هتفتح طبعا الثلاث نقط زي ما انت شايف كده. عندك هنا الاجهزه المرتبطه. هعرفك دلوقتي فايده النسخه اللي انا سايبها لك تحت في التليجرام دي ايه دلوقتي. تمام، عندك هنا اهوت الاجهزه المرتبطه. هتدوس طبعا على الاجهزه المرتبطه. عندك هنا ربط جهاز زي ما انت شايف كده. وعندك يا اسطى هنا في حاجه اسمها موافق اهوت. هتضغط موافق وبعد كده متابعه قلب اخوك وبعد كده اثناء الاستخدام التطبيق اللي هو هتفعل الاذونات بمعنى اصح. تمام، وهتيجي هنا قلب اخوك زي ما انت شايف كده هتيجي مصور الباركود اللي انت صورته من الهاتف التاني. تمام، بعد كده تلقائي هتبص هتلاقي يا قلب اخوك الواتساب ده. تمام، اللي هو المعدل ده اشتغل معاك بدون اي مشكله خالص. تمام، وان شاء الله باذن الله هيشتغل معاك يا قلب اخوك. انا لو معايا تليفون تاني كنت جربت معاك كل حاجه دلوقتي. تمام قوي. المهم دلوقتي خلاص احنا خلصنا هنا الواتساب اللي هو العادي، خلصنا هنا طبعا الواتساب المعدل. تمام، المفروض دلوقتي اللي احنا شغلنا الرقم بتاعنا على الواتساب المعدل بدون اي مشكله خالص. بص يا اسطى ركز معايا في الكلام اللي هقوله لك ده. تمام، لو جالك حاجه اسمها تعذر فتح الحساب هيكون سببها اللي انت ما عملتش الحاجات اللي احنا شرحناها دلوقتي بالظبط وبسرعه. تمام كده، تمام قوي. فايده النسخه دي ايه عن بقيه النسخ المعدله؟ طبعا دلوقتي لما في ناس كتير لما بتيجي تعمل طبعا ربط جهاز كمصاحب زي ما احنا عملنا دلوقتي عن طريق الباركود، بتفتح النسخه المعدله وكل حاجه بس ما بتعرفش تنزل حالات. تمام، ما بتعرفش طبعا تعرف الاسماء بمعنى اصح اللي هي متسجله عندها. تمام، قصه الاسامي ديت المفروض دلوقتي اللي انا مسجل الاسامي عندي على جهازي. تمام، فانا لما افتح تليفوني الواتساب بتاعي. تمام، بالواتساب طبعا اللي هو المعدل على تليفون تاني. تمام، فلازم طبعا الاسامي ما تجيليش على الجهات الاتصال. تمام، علشان كده الواتساب ده على تليفون والواتساب ده على تليفون. فبالطريقه اللي انا جايلك بيها النهارده دي تمام هيبقوا الواتسين الاتنين على تليفون واحد. تمام كده، دي حاجه. الحاجه التانيه المفروض دلوقتي احنا شغلنا الواتس ده. طب المفروض دلوقتي هنمسح الواتساب العادي؟ لا يا اسطى،
مش عايزك تمسح الواتساب العادي خالص، تمام، علشان ما يحصلكش اي مشاكل. تمام كده، هيبقوا الواتسين معاك شغالين بدون اي مشكله خالص. تمام كده يا اسطى، تمام قوي. المهم دلوقتي فايده النسخه دي ايه؟ فايده النسخه دي يا اسطى ان النسخه دي هتشغل معاك حالات بدون اي مشكله خالص، هتعرف تنزل حالات، هتعرف طبعا فيها يعني مميزات جميله جدا. قنواتي كلها طبعا في النسخه دي، بص حاجاتي كلها في النسخه دي، ونسخه عامه بمميزات جمدان بمعنى الكلمه. تمام، حاجه حرفيا روعه. تمام كده، تمام قوي. بس يا اسطى ده كان شرح النهارده، وان شاء الله باذن الله رقمك هيشتغل على النسخة المعدلة بدون اي مشكلة خالص، ومفيش اي مشكلة هتواجهك. تمام، اهم حاجة تعرف الشرح كويس، وتعرف انا قلت لك ايه كويس، تمام، علشان الدنيا تظبط معاك. وان شاء الله باذن الله الطريقة هتنفع معاك، وان شاء الله باذن الله خلال ال10 ايام دول كلنا هنعرف نفتح واتساب على المعدل بدون اي مشكلة، بدون باركود وبدون اي حاجة من دي. تمام، هي المسألة بس مسألة وقت. تمام، اهم حاجة يا اسطى لو انت ما عملتش لايك لحد دلوقتي فانت اكيد يعني مش مقدرنا خالص، اقسم بالله. تمام، بس يعني اللايك ده هو اللي بيساعد اصلا في انتشار الفيديو. تمام كده، عندك في قناة واتساب طبعا، القناة بتاعتي اللي هي بتاعت الواتساب هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، لازم يا قلب اخوك تخش فيها، بنزل فيها حاجات جمدان بمعنى الكلمة. زائد يا قلب اخوك قناة التليجرام دي مهمة جدا 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 برضو، ان شاء الله باذن الله هنزل فيها حاجات جمدان بمعنى الكلمة الفترة الجاية دي. تمام، وكمان يا قلب اخوك النسخة دي هتلاقيها في قناة التليجرام، فلازم تخش في قناة التليجرام علشان تحصل على النسخة دي بدون اي مشكلة خالص. تمام، يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.